ايه العوامل اللي بتأثر على نقل الغذاء في اللحاء؟ يعني يا دكتور في حاجة بتقلل من نقل الغذاء وبتزود من نقل الغذاء ولا لا؟ قال لك ركز معايا. انا قلت لك يا شباب ان احنا عشان نعمل نقل غذاء في اللحاء محتاجين حركة سيتوبلازمية او محتاجين الانسياب السيتوبلازمي. جدع. ويا دكتور الانسياب بالسيتوبلازمي ده عبارة عن حركة، والحركة يا دكتور محتاجة طاقة، والطاقة يا دكتور محتاجة اي تي بي. ايوه يا دكتور بقى بنجيب الاي تي بي ده منين؟ قال لك والله بنجيب الاي تي بي ده من عملية اسمها عملية التنفس الخلوي او عملية اكسدة الجلوكوز. والتنفس الخلوي واكسدة الجلوكوز ده يا دكتور اصلا بيتم في الميتوكوندريا. تمام، يعني حتة عندك كده. طيب بنعمل ايه في الميتوكوندريا؟ قال لك والله هنعمل تنفس اكسدة الجلوكوز، نجيب الجلوكوز C6H12O6 ونحرقه في وجود الاكسجين فيطلع لي 38 اي تي بي. ابدا استخدمهم فين؟ في الحركه السيتوبلازميه او في الانسياب السيتوبلازمي. طيب عاوز حاجه عايز اقول لك ان عمليه التنفس الخلوي دي اللي بتتم في الميتوكوندريا بتتاثر بالانزيمات، والانزيمات يا دكتور بتتاثر بدرجه الحراره. اذا يا دكتور لو درجه الحراره عاليه بعد كده انا جيت قللت من درجه الحراره فده هيأثر او هيقلل من نشاط الانزيمات، فلما تقل نشاط الانزيمات يقل عمليه التنفس الخلوي، فلما تقل التنفس الخلوي يقل اكسده الجلوكوز، ولما يقل اكسده الجلوكوز يقل الاي تي بي، ولما يقل الاي تي بي تقل الحركه، وما يقل الحركه يقل الانسياب السيتوبلازمي، ولما يقل الانسياب السيتوبلازمي يقل نقل الغذاء. فبالتالي يا دكتور ايه اللي عم تاثر على درجه نقل الغذاء في اللحاء؟ في عوامل زي درجه الحراره، درجه الحراره تقل فالانزيمات هيقف، اللي انا لسه قايله لك بقى. تمام، الدايره دي كلها. اهم حاجه تكون فاهم، يعني مش لازم تحفظها، بس اهم حاجه انك فهمت، يعني فهمت الرابطه يعني. تمام. او مثلا يا دكتور لو قلت الاكسجين، يعني سيبك بقى من درجه، لو قلت الاكسجين قل، فبالتالي يا دكتور ما هو الاكسجين لو قليل مش هعرف اعمل تنفس خلوي. طب لو انا ما عرفتش اعمل تنفس خلوي فبالتالي مفيش اي تي بي، فبرضه مفيش حركه، فبالتالي مفيش فبالتالي مفيش نقل غذاء في اللحاء. يبقى يا دكتور في عاملين عندنا بيأثروا على نقل الغذاء في اللحاء، الا وهو درجه الحراره وكميه او توافر الاكسجين. بس كده يا واد عمي. عند